الرفيق رياض حمزة السلطان، عضو بمكتب شباب حزب سوريا المستقبل مكتب الشدادي. ندين ونستنكر هذه الأعمال الإرهابية الذي قام بها الجيش اللاوطني بما يسمى الجيش الوطني، اللي هو مرتزقة تركيا، الذي هجر مقاطعة تل أبيض العين، وقام أردوغان بزجهم نحو الجبهات وإغلاق الحدود من وراءهم. واستخدم الجيش الوطني لمصالحه الشخصية اللي هو زج بهم إلى ليبيا. أنا الرفيقة فاطمة القراف من مكتب شباب الشدادي فرع الجزيرة. نحن رأي مكتبنا خاصة مكتب الشباب ضد الاحتلال التركي. نحن ندين ونستنكر التدخل التركي والاحتلال التركي في شمال شرق سوريا. نحن نستنكر عمل الاحتلال التركي الوحشي وقصفه للمدنية بالأسلحة المحرمة دوليا، وقامت ولاياته في الأراضي السورية وتهجير السوريين قسرا وتغيير موقعهم الجغرافي وإدخال غيرهم إلى الأراضي السورية. وعمل أردوغان على إجراء الجيش بما يسمى الجيش الوطني، وللأسف هذا الجيش الوطني قام ألفه من المواطنين السوريين إجرافه إلى ليبيا لتوسيع موقعه لإقامة دولته العثمانية. طبعا بسبب الهجمات والغزو التركي وزعزعة المنطقة، طبعا هالشيء هذا كلياته من صالح الخلايا النائمة اللي هي داعش في المنطقة. داعش رجعت عم تتنشط أول بأول بشكل تدريجي. أقرب مثال امبارح القذائف اللي سقطن دشيشة من اتجاه الدشيشة باتجاه الشدادي. من كم يوم، مو من كم يوم، كذا يوم، يعني كل أسبوع يعني حادثة على طريق قبيبة، اغتيالات. طبعا بعد ما قام المجرم أردوغان بإدخال الجيش أو بما يسمى الجيش الوطني إلى سوريا، وشافهم أنه هذا الشيء خدم مصالحه الشخصية، صار عنده بصراحة توسيع أكثر لدولته العثمانية، وهو أنه ينتقل لنقطة ثانية غير سوريا هي الدولة الليبية، وأنه يقيم بها نقطة ثانية للجيش الوطني يبني بها تكون من الأساسيات لإقامة دولة ثانية له، دولة عثمانية يقوي بها دولته العثمانية واحتلاله العثماني في ليبيا.